السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزمالك ما زال يسبح عكس التيار، عكس الاتجاه، عكس الفساد اللي في منظومة الكرة المصرية اللي شافت الزمالك داخل وفارج عن الأهلي وسابق البيراميدز، فقالك نحط له ماتش كونفدرالية في النص وندخل وراه ماتش الكاس عشان لا يخسر في الدوري، لا يخسر الكونفدرالية، لا يخسر الكاس ويطلع زي ما النانوس طلع. فان شاء الله ربنا هيرد كيد الحاقدين والفاسدين دول في نحرهم ان شاء الله. والزمالك فاز على سموحة وهيصعد من الكونفدرالية اول ان شاء الله، وهيكسب سيراميكا اللي له واحد عضو مجلس ادارة كده تبع الاستاذ ابو العينين، مش عارف اسمه ايه، عضو مجلس ادارة، وحدد لي الساعة 2:30. في حد في العالم بيلعب الساعة 2:30؟ هو انت فاكر نفسك في انجلترا؟ لا يا اسطى، احنا مش في انجلترا يا اسطى، احنا هنا الناس بتشتغل للساعة 6 المغرب، بعد المغرب ماشي 6 والله بعد المغرب و5. فما حد حدش هيتفرج على الماتش بتاعك يا مانشستر. مش انت ساكن في مدينة ليفربول؟ خليني ساكت. انت مش ساكن في ليفربول عشان تعمل لي ماتش الساعة 2:30 عشان بتفرجوا عليه في الصين واليابان وامريكا يبقوا صاحيين. لا، انت اخرك هنا في مصر، محدش بيتفرج عليك غير في شوية دول عربية. فاعجل كده يابا، اعجل. مش لازم الحقد يبقى باين عليك وجو كده. انا مش هتكلم على اداء نادي الزمالك، ابطال سموحة دي لسه كسبانة بيراميدز، مش فاكر عملت ايه مع الاهلي بصراحة عشان ما اتفرجتش على الاهلي. بس ولا هتكلم على العاهة الوحيد اللي فارجع اي حد، شيكو بنزا. حسب الله ونعم الوكيل فيك يا جدع.